ناصر الخليفي رئيس الفريق باريس سان جيرمان يتأسف ويتحسر على عدم تسجيل الفريق ديالو الهدف محقق في الماتش اللي لعبته فرقته ضد العملاق البافاري فريق بايرن ميونخ في ألمانيا. فلو تسجلت هذه الإصابة لا مشات الأمور في الاتجاه اللي تتبغيه باريس سان جيرمان، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن. فنمشيو دابا نشوفو التفاصيل ديال هاد اللقطة اللي أثارت استغراب الرئيس. برسم ثمن نهائي عصبة الأبطال الأوروبية، لم يتمكن فريق باريس سان جيرمان من تجاوز عقبة فريق بايرن ميونخ، حيث انهزم بجوج إصابات لصفر في الإياب ديال هاد الدور. ففي هاد الماتش ففي هاد اللقاء وقعت واحد اللقطة غريبة من نوعها واللي اثارت كما قلت الغضب ديال الرئيس باريس سان جيرمان. فهنا تنشوف بداية هاد اللقطة تتبدا بالضغط اللي دايرو حكيمي، اشرف حكيمي اللاعب المغربي على لاعب ديال بايرن ميونخ. هنا تنشوفو اللاعب الحامل الكرة دوز الكرة عند الحارس ديالو يان سومر السويسري. اشرف حكيمي مكمل على الضغط ديالو، ضاغط على الحارس اللي عنده الكرة واللي بقى محافظ عليها، ما دوزهاش باساهاش للجناح. فهنا حاول يزيد بها للوسط، اشرف حكيمي زاد الضغط ديالو، كثر من الضغط ديالو. هنا بصورة واضحة ومقربة تنشوفوا الضغط اللي دارو حكيمي مزيان، والحارس يان سومر تيرتبك. فهنا تنشوفوا الارتباك ديالو، تنشوفوا اقتراب فيتينيا والضغط ديال اشرف حكيمي. فيتينيا متجه نحو اشرف حكيمي، الكرة تتجي لعند فيتينيا اللاعب البرتغالي اللي تيلعب مع باريس سان جيرمان. فوالا فيتينيا تيشوف زوايا ديال الشباك، تيبغي تيستعد باش يقذف الكرة، لكن تنشوفوا هنا تيقذف الكرة، لكن تنشوفوا هنا تواجد المدافع الهولندي دي ليخت. على تيرتمي على الكرة بارتماء انتحارية دي ليخت المدافع ديال بايرن ميونخ. تيخرج الكرة ولا العرض ولا بصورة مقربة، فدي ليخت تيمشي ينتحر على كرة تيحاول يخرجها ولا على الخط، كانت داخلة ولكن بارتماء انتحاري تيخرجها دي ليخت، تيدخل هو والكرة ما دخلاتش. وهذه هي السمة ديال المدافع الكبار اللي تيقراو شنو تيبغيو يديروا المهاجمين. فكانت قراءة جيدة لهذا المدافع الفيتينيا. فهنا تنشوفوا الفرحة الكبيرة ديال اللاعب دي ليخت المدافع، بحال إلا راه ماركا هو الإصابة، هو ولكن هو منع الفرقة ديالو من إصابة، وهذا مشيم ديال المدافعين الكبار. فهذا المدافع وهو الصديق ديال زياش في لاجاكس، مدافع كبير استقطباتو هذا النادي ديال ألمانيا اللي هو بايرن ميونخ، لأن شافوا فيه مدافع كبير وها هو نفعهم دابا. فناصر الخليفي منذ توليه رئاسة باريس سان جيرمان هذه دابا 13 عام لم يفلح في ولو موسم واحد من تحقيق هذا اللقب اللي تيحلم به منذ سنوات، وتوليه رئاسة الفريق باريس سان جيرمان. فرغم استقطابه لنجوم كبار ككيليان مبابي وليونيل ميسي، فإلى